Buonasera a tutti, النهارده حلقة جديدة من حلقات إيطاليان بروف. Benvenuti a tutti. Buongiorno a tutti، النهارده حلقة جديدة من حلقات إيطاليان بروف. يا رب تكونوا كويسين، بقالنا كتير ما جيتلكش، بس انتوا عارفين الحر كان جامد أوي الفترة اللي فاتت. faceva troppo caldo e finalmente stiamo qua. L'estate è arrivata، sta quasi per finire. عايزين ناخد النهارده كام معلومة سريعة كده. الاسم الحاجات اللي احنا بنقابلها في المصايف، الحاجات الموجودة في القرى، المكان اللي احنا فيه ده اسمه ايه، الحاجات دي كلها. وعايزين نعرف ازاي باخد اللون، يعني ايه بقف في الشمس، يعني ايه بنط في البحر او بعوم او الكلام ده كله. قبل اي شيء اللي احنا موجودين هنا ده اسمه بيشينا. بيشينا هو البسين او حمام السباحة او البول بكل حاجة. مثلا الكوبري اللي احنا واقفين عليه دوت زي ما انتم شايفين كده. اي كوبري بيبقى اسمه بونتي يعني كوبري اللي هو بيتقال كده، بس اللي احنا واقفين عليه ده اسمه بونتيتشيلو. خلي بالكم في الشوارع عندنا نوعين من الكباري اللي احنا بنسميهم هنا كباري دايما. اول حاجه الكوبري اللي هو البونتي اللي بيوصلني من مكان لمكان، وفي حته اسمها كافالكافيا اللي هي الكافالكالفيا، يعني فوق شارع وعاملين كوبري صغير عشان نعدي من الشارع ده، ان احنا نعبر من على الشارع ده. فعندي البونتي والكافالكافيا، لكن ده في البيسين اسمه بونتي او بونتيتشيلو. طيب ازاي بخش واخد غطس في البحر، او يعني ازاي بعوم؟ ازاي بقول لك انا رايح اعوم؟ اقول لك فار البانيو يعني مش هعمل الحمام. فار البانيو يعني هنزل البحر، هعوم شويه، اخد ميه. طيب ازاي اخد حبه شمس؟ بكل بساطه هو prendere il sole يعني اقول لك ايه، vado a prendere il sole يعني اروح اخد الشمس. طيب يعني ايه بياخد التان اللي هو البرونز ده؟ ابرونزارسي يعني بياخد اللون البرونزي. وهنا بقى بنتكلم على الماري هو السبياجا هي الشط اللي عليه، شط البحر. طب اللي على الشط ده اسمه ايه؟ اللي هو اللي على الارض تبقى اسمها سابيا هو ايه؟ الرملة سابيا. طيب الشخص اللي بيبقى قاعد عشان يحافظ على الناس لو حد غرق ولا حاجه كده اسمه ايه؟ بانينو دي سالفاتاجو. طيب الحاجه اللي احنا بنقعد عليها وبنستجم بنريح جدتنا يعني اسمها ايه؟ ليتينو جايه من ليتو يعني سرير، ليتينو يعني سرير صغير. هو ده اللي اول ما تروح على الشط بتروح تحط عليه الفوطه بتاعتك اللي هي اسمها اشوجا مانو، وبتقعد عليها و بتعمل بتريح عليها يعني. تمام. طب الحاجه اللي بتتفتح فوقينا دي عشان تعمل لنا ظل، اومبريلو. كده في ايه تاني؟ المايو بتاعنا اسمه كوستومي دا ماري هو لبس البحر او المايو يعني اللي احنا بنقول عليه، بيسموه في ايطاليا كوستومي دا ماري. يا رب يكون عجبكم، حاجه خفيفه سريعه. استنونا مننا فيديوهات جايه كتير في حلقات مختلفه لتعليم اللغه الايطاليه بقى. كل شويه هنحاول نديكم كلمات جديده، اكسبريشن جديد. في اغنيه جميله اسمها الاستات sta finendo يعني الصيف بينتهي، وده الجو ده. ومعلومه سريعه كده، في ايطاليا عندهم حفله غريبه قوي اسمها الفيراجوستو ده حفله نص اغسطس، حفله ملهاش اي معنى، محدش يعرف اصلا ولا هم اصلا بيحتفلوا ليه، بس هم عارفين ان الفيراجوستو بيبقى اجازه عندهم. كلهم بيروحوا السبياجا الشواطئ، وبيقعدوا بالليل بيسهروا موسيقى، بياكلوا يعني
بيبتدوا يضربوا الفوكي دارتيفيتشو. فوكي دارتيفيتشو هي الالعاب اللي بتضرب في السما دي سبلودن الشيلو، فوكي دارتيفيتشو، وبيقضوا بيها الليله دي في البحر، وبعد كده بيروحوا بيتهم. دي فيراغوستو او نص شهر اغسطس، تبقى 15 اغسطس. يا رب تكونوا استفدتوا. استنونا la prossima volta e ci vediamo e ciao. Buonasera a tutti. Guarda, benvenuti a tutti.